الاحسن انك تحلي له المشكله ولا هو يفكر ويستنتج حلها؟ انا مالة ده اخصائيه تربيه خاصه وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. القصص والحكايات ده مدخل احنا بنغفل عنه كتير قوي، ويا ريت نستخدمه. بدل ما تقولي لابنك بطل بقى شرب من الازازه، اشرب من الكوبايه، انت ما بتسمعش الكلام، انا قلت لك 100 مره اشرب من الكوبايه. هو انت ليه ما بتخلصيش واجبك؟ خلصي واجبك بقى، انا تعبت، خلصي واجبك، انا قلت لك 100 مره ما تضربيش اخوكي تاني. ها، فبدل ما تقعدي تقولي الكلمات دي كتير وتوجعي في قلبك وهم هيفضلوا يعملوها، طب ما تغيري الطريقه. تغيري الطريقه، اديناكي مفتاح. يبقى انت هتحكي الموقف. تحكي الموقف ازاي؟ هتقولي قصه حلوه جدا ان البنت بتعمل السلوك اللي انت عايزاه، بتشرب من الكوبايه، ماما راحت جابت لها كوبايه مميزه، ومن ساعتها الجميله شربت من الكوبايه وفضلت الازازه نظيفه عشان ما تتنقلش العدوى ما بين شخص وشخص. يبقى احنا كده حطينا احنا ليه ما بنشربش في الازازه، عشان لو في حد تعبان شرب منها ينقل العدوى، وعرفتيها ان احنا بنشرب في الكوبايه. يبقى انت كده اديت لها هدف ليه احنا بنشرب من الكوبايه. وهتحكي قصه تانية ان في بنت شربت من الازازه وحد تاني كان تعبان، هي تعبت وراحت الدكتور واخدت علاج كتير جدا وحقنه كبيره خالص. خلصت حكيتي القصتين، اساليها اني احسن نشرب في الكوبايه ولا من الازازه؟ هي هتقولك نشرب من الكوبايه، وفي ساعتها هتشرب في الكوبايه على طول وهتسيب الازازه. اي موقف مش عاجبك وبدل ما تنحرف قلبك احكي له قصه. من خلال القصه انت لما بتحكي الموقف الكويس والموقف الوحش انت بتبداي تساليه. اوعي تجاوبي بقى وتقولي ايه شفت ده جميل ازاي وده وحش نوتي ازاي، ما تقوليش كده خالص. ابداي اساليه انت شايف اني احسن، اشمعنى، ليه ما تقوليش كده وليه تسالي، عشان لما تيجي تساليه هيفكر ويستنتج ويتعب نفسه، فالمعلومه اللي انت عايزه توصلها له هتثبت بشكل كويس لان هو اللي قالها مش انت اللي قلتيها. عرفتي ايه الفرق ما بين الاتنين؟ خديها قاعده اساسيه، لما الواحد بيتعب في الحاجه عمره ما هينساها. فانت خليتي ابنك يفكر ويستنتج ويتعب نفسه وصحى دماغه اللي نايمه، فمستحيل السلوك ده هيروح. حليتي الموقف بكل ذكاء من غير وجع قلب.